مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب الآية والمساهل بأهم وأبرز العناوين. تقييم العملية التعليمية في عد غيح. تأهيل أعضاء وزارة الزراعة. دورة تدريبية حول السماد الطبيعي في صنعاء. ترامب وماكرون يتفقان بشأن الدفاع. لافروف يبحث مع نظيرته النمساوية تطورات قضية التجسس. وإيقاف البحث عن ضحايا طائرة ليون اير. مرحبا بكم. قيم مكتب التعليم في مديرية عد غيح أوضاع المدارس وذلك لتقوية العملية التعليمية. وقدم مسؤول مكتب وزارة التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء المدارس والمشرفين التربويين ومسؤولي مكاتب الوزارات ومدراء الضواحي والشركاء الآخرين، قدم تقريرا عن أوضاع الطلاب والمدارس في السنوات الخمسة الماضية. وقال الأستاذ عمر الدين إن مشاركة الطلاب في التعليم ليست بالمستوى المأمول منذ عام 2014 نسبة لمقاطعتهم الدراسة وتدني الاهتمام وضعف متابعة أولياء الأمور والمعلمين. وبحث الاجتماع طرق تقوية اهتمام الطلاب بالدراسة وتعزيز العلاقة الثلاثية بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والارتقاء بنتائج الطلاب. كما ذكر مسؤول التعليم الأساسي في مكتب وزارة التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ تولى أبراهام أن التعليم هو أساس التطور الفردي والمجتمعي والوطني، مما يتوجب المشاركة الواعية للمواطنين ورفع الاستثمار في كل جوانب التعليم. من جانبه دعا مدير مديرية عد غيح السيد هبتاي تسفازجي مدراء الضواحي بالتوعية المستمرة لرفع مستوى الطلاب والتعرف على أوجه القصور وإجراء لجان أولياء الأمور التقييم كل 3 أشهر للتعرف على مصاعب الطلاب وسبل حلها. وتوجد في مديرية عد غيح 44 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. نظمت وزارة الزراعة في دورة تدريبية ل80 من أعضائها بينهم 19 امرأة في مختلف المجالات، واشتملت الدورة على إعداد الخرائط وجمع المعلومات والطاقة الشمسية والهندسة الزراعية والتدريب الأولي لصيانة أجهزة الكمبيوتر ومجالات أخرى. وأوضح مسؤول تنمية القدرات البشرية في الوزارة السيد أسمروم جرماي في مراسم التخريج التي جرت أمس 10 من نوفمبر، أوضح أن التأهيل المقدم سيساعد الأعضاء في إنجاز أعمالهم. وأكد مسؤول المشاركين في الدورة التدريبية على أهمية الدورة الكبيرة في الجانب التقني. من جانبه أوضح وزير الزراعة السيد رفاين برهة أن أهمية التدريب تكمن في إمكانية تطبيقه في العمل وتطويره بالدراسة والتأهيل المستمر. وقام المشاركون في الدورة التدريبية بإعداد معلومات وخريطة تعكس التدريب الذي تلقوه. نظمت دورة تدريبية لمزارعي مديرية صنعاء حول إعداد السماد الطبيعي، واشتملت الدورة دراسة نظرية وتطبيقية في كيفية الاستفادة من الموارد الموجودة في محيط المزارعين لإعداد السماد الطبيعي دون جهد كبير ومصرفات قليلة. وأوضح المشرف على الدورة المهندس مرهاوي قلبك زابيهر أن المزارعين كانوا يستخدمون جزئيا مثل هذا السماد، مشيرا أن الدورة ستساعد في نشره بين المزارعين. من جانبه أوضح مسؤول الزراعة في مديرية صنعاء السيد برقي مسقنا أن السماد الطبيعي يتم إعداده من فضلات الماشية والحشائش وبقايا الإنتاج الزراعي، ويسهم في ضمان صحة الإنسان ونظافة البيئة. كما حث مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر على العمل لرفع الإنتاج أكثر من الاستهلاك لرفعة الوطن، مشيرا إلى أن الهدف من الدورة التدريبية هو ذلك. وأكد المزارعون على العمل لتطبيق التدريب الذي تلقوه ونقله إلى المزارعين الآخرين. جرت في 11 ضاحية بمديرية قارورة انتخابات مدراء الضواحي ولجان القرى. وأكد المدراء الجدد المنتخبون بدلا للمدراء السابقين الذين أنهوا مدة عملهم، أكدوا على العمل المتفاني لخدمة شعبهم.
ودعا مدير مديرية قارورة السيد صالح محمود المدراء المنتخبين منح الأولوية لعملهم والقيام بدور رائد لإنجاح برامج التنمية. عقد سيمينارات في مصوع وميعيني حول القانون وقيم المجتمع. وأوضح قادة الشرطة في السيمينارات التي جرت أن قيم الشعب الإريتري التي انتقلت عبر الأجيال لها دور كبير للحد من الجريمة والمخالفات، مؤكدين بأن المحاضرات المقدمة في القانون والنظام لها إسهامات كبيرة لبناء مواطن صالح. كما ناشدوا أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم للسيطرة على الجريمة قبل استفحالها واهتمام الطلاب بالتعليم. وقال قائد مركز شرطة مدينة مصوع الملازم تسفالت ولا ميكائيل ومسؤول مكافحة الجريمة في المركز الثاني السيد فوتسوم كحساي، قالوا إن عدم معرفة القانون لا يجنب المساءلة، داعين الطلاب التحلي بالوعي بالقانون وتعزيز التعاون مع الشرطة. كما أهاب قائد مركز شرطة ميعيني الرقيب عثمان فكاك التحلي بقيم المجتمع السمحة. مشاهدينا فاصل ثم الأخبار على الصعيد العالمي. اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة زيادة إنفاق أوروبا على الدفاع بعد إبداء ترامب استيائه مما وصفه بأنه تصريح مهين للغاية لماكرون بشأن الحاجة لتشكيل جيش أوروبي. ورحب ماكرون بنظيره الأمريكي في الأليزيه بمصافحة قوية، لكن بدأ أن الدفء بينهما أقل من لقاءات سابقة. وأجرى الرئيسان المحادثات قبل يوم من مراسم إحياء الذكرى 100 لنهاية الحرب العالمية الأولى. وقال ماكرون إنه يتفق مع وجهة نظر ترامب بشأن حاجة أوروبا لتمويل جزءا أكبر من التكاليف في حلف شمال الأطلسي. ويمضي ترامب يومين في باريس لتعزيز التحالف الأمريكي الأوروبي تزامنا مع مراسم إحياء ذكرى مرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل خلال اتصال هاتفي بحث العلاقات بين موسكو وفيينا في ضوء اعتقال عقيد نمساوي سابق اشتبه بأنه يتجسس لصالح روسيا. وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية إلى أن لافروف أكد لنظيرته النمساوية أنه يتعين مناقشة أي مخاوف مشتركة محتملة من خلال قنوات الحوار الراسخة وعلى أساس الحقائق. ومن جانبها أعربت وزيرة الخارجية النمساوية عن أملها بألا يعكروا سلوك فيينا بشأن قضية التجسس صفو العلاقات مع موسكو. وكانت صحيفة نمساوية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم اعتقال عقيد سابق للقوات المسلحة النمساوية الاشتباه بقيامه بنشاطات استخبارية لمدة 20 عاما لصالح روسيا. يذكر أن مستشار النمسا كان قد أكد الأنباء عن الاشتباه بعقيد نمساوي سابق بالتجسس لصالح روسيا، غير أنه أوضح بأن هذه المعلومات تعتبر في الوقت الراهن مجرد شكوك، وقال بأنه في حال تأكيد مثل هذه الحالات فإن ذلك لا يمكنه أن يسمح بتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. قالت السلطات الإندونيسية أنها أوقفت البحث عن ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة لايون اير الذي أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 179 شخصا، لكنها ستواصل البحث عن الصندوق الأسود الثاني الذي يسجل الصوت في قمرة القيادة. وسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 ماكس في البحر يوم 29 من أكتوبر الماضي بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا في طريقها إلى جزيرة بانجاكا قرب سومطرة. وقال محمد سيوجي رئيس هيئة البحث والإنقاذ الوطنية إنه تم البحث في جميع الأماكن عن جثث الضحايا، في حين أن العملية ستقتصر على المراقبة فقط. وقامت السلطات بتحميل البيانات التي كانت مسجلة على أحد الصندوقين الأسودين بعد العثور عليه الأسبوع الماضي، وهو مسجل بيانات الرحلة، لكنها ما زالت تبحث عن الثاني الذي يسجل الصوت في قمرة القيادة.
وفي النوع الأخير اكتشفت بعثة تنقيب مصرية 7 مقابر جديدة في منطقة سقارة الأثرية قرب محافظة الجيزة حسب ما أعلنت وزارة الآثار. وقال وزير الآثار خالد العناني إن بعثة أثرية مصرية اكتشفت هذه المقابر وعثرت بداخلها على عدد كبير من تماثيل القطط والقطط المحنطة. وأشار إلى أن هذا الاكتشاف هو أول 3 اكتشافات، وعدت وزارة الآثار المصرية بالإعلان عنها قبل نهاية عام 2018. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إن العمل بمنطقة الكشف الجديد بدأ في أبريل الماضي واستمر لمدة 2 ثم توقف لظروف مختلفة قبل أن يستأنف من جديد في أغسطس الماضي. ومنطقة سقارة إحدى أهم المواقع الأثرية في مصر وتبلغ مساحتها 7 كيلومترا طولا و1.5 كيلومتر عرضا، كما أنها مندرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1979. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.